السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هتكون وصفتنا صينية الكاليماري، أو نقدر نعملها كمان في طاجن، يعني نعمل طاجن كاليماري بس هيعجبكم جدا. تعالوا نبدأ الوصفة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبدأ وصفتنا النهاردة بطريقة تنظيف الكاليماري. في كتير ما بيعرفوش طبعا يتعاملوا معاه لأن بيكون تنظيفه صعب، فالنهاردة جايبه لكم طريقة سهلة جدا، وهي إنكم تقطعوا آخر قطعة من الآخر، وبعد كده نبدأ نقلبها زي الممبار، تقلبيها بصوابعك أو بأي أداة بس ما تكونش حادة، بحيث إن ما تقطعهوش. ودي كانت أسهل طريقة معايا، كنت بعاني جدا من تنظيفه بسبب الموضوع ده، كنت بنضفه معلقة وكنت بقعد أتعب فيه جدا. لكن دي لقيتها أسهل طريقة جدا، إنك تقطعي جزء منه وبعد كده بتقلبيه زي الممبار، والجزء الأخير ده طبعا ما بنرموهوش، بنقطعه ونفتحه وبيتغسل وبيتحط مع صينية الكاليماري. طبعا انا غسلته بدقيق وملح كويس جدا، وبعد كده حطيت عليه ليمون ونضفته بقى زي الفل، خلاص سبته يتصفى في المصفى، وبعد كده هرجع اقلبه تاني. طبعا علشان بقى نضيف فبقى يعني صعب شوية التعامل معاه، هنقلع بقى الكلافز عشان ايه نعرف نتعامل معاه كويس، وهنرجع نقلبه تاني بالشكل ده بمنتهى السهولة. هنعمل بقى كل كمية بالشكل ده، وبعد ما قلبته هغسله برضو تاني بالدقيق والملح من على الجنب التاني، وبعد كده بقى تعالوا بينا نبدأ في الوصفة. وطبعا بعد ما هغسله بالدقيق والملح من الجنب التاني هسيبه يتصفى في المصفى، ويلا بينا نبدأ بقى وصفتنا. شايفين دي كمان، دي الأجزاء الصغيرة اللي كانت تحت اللي قطعناها، ففتحتها بالشكل ده ونضفتها برضو. جبت بقى ووك، حطيت قطعة زبدة، وهحط كمان حوالي معلقة زيت كبيرة. هحط بصلة صغيرة مفرومة، هشوح بقى البصلة. هحط معلقة إلا ربع من بهار السمك، وده النوع اللي أنا بستخدمه. ممكن تستخدمي أي نوع، كل الأنواع عادي، في بهار سمك من جميع الماركات والأنواع. حطيت كمان رشة من البابريكا، ونص معلقة من الكزبرة وكمون. حطي البهارات على حسب ما بتحبيها، تقدري تحطي نص معلقة أو ربع زي ما تحبي. في ما بيحبوش البهارات كتير في الأكل زي كده، أنا ما بحبش البهارات كتير في الأكل، أو تقدري تزودي أكتر من كده. بهار السمك حطيت معلقة إلا ربع من كل حاجة، حاطة نص معلقة أو ربع معلقة فلفل أسود، كزبرة، كمون، بابريكا. حابة تحطي شطة مفيش مشكلة، بس أنا ما حطيتش. هنزل بقى بكمية من الجمبري، الكمية دي على حسب راحتك. حسيت إن هو محتاج زيت، فهحط كمان حوالي معلقة أو معلقتين من الزيت. بشوح كده الجمبري على جنب. تقدري كمان تزودي لو عندك سيبيا أو شراشيب سيبيا اللي هي الراس، يعني تقدري تقطعيها قطع صغيرة وتحطيها كمان مع الجمبري، بتبقى طعمها حلو جدا. والجمبري اللي انا حطيته هنا تقريبا حوالي 200 جرام، يعني اقل من ربع كيلو. هشوح بقى كل الحاجات دي مع بعض بالشكل ده، مش هخليها تاخد وقت طويل، يعني دقيقتين كده وخلاص. كده نزلتها من على النار، وهبدأ بقى احشي. هنحشي ازاي؟ هنجيب الجزء اللي مقطوع من تحت وهنعمله بالخلة، وطبعا الجزء الواسع هو اللي هيكون فوق، ده اللي هحشي منه عشان يكون سهل معايا. وعشان الموضوع يكون سهل معايا هحشي بالمعلقة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. المهم ان نمسكها بس ماسكة صح عشان تكون سهلة واحنا بنحط، لان لما بتضميها بتضم بتبقى صعب وانتي بتحطيها. بس كده، ولو في اي زيادات بطلعها، وبقفل الجزء التاني بالخلة، يعني بتبقى مقفولة من تحت ومن فوق. في الاول لما كنت بقول لكم بعاني من تنظيفها، كنت بنضفها وهي مقفولة من تحت، ما كانش فيه الجزء ده اللي سهل عليا التنظيف، اللي هو قطع الجزء اللي تحت، لان كنت بدخل معلقة صغيرة اللي هي بتكون معلقة الشاي، وبفضل اطلع الحاجات اللي جواها بالمعلقة، فكانت بتاخد وقت معايا طويل جدا. فده طبعا اسهل حل اتوصلت له في طريقة تنظيف الكاليماري. وبعدين هي اصلا بتيجي من عند الراجل، بتيجي متنضفة، يعني هي كده اصلا متنضفة. دي بقى الحاجات التنظيفات الاخيرة بقى اللي احنا بننضفها، اللي احنا نضفناها مع بعض. لكن هي اصلا بتبقى غير كده كمان، وبتبقى شكلها غير كده طبعا. اللي بيشوفها اصلا قبل ما تتنضف هو اللي بيبقى عارف الكلام ده.
فاصلا هي كده بتعتبر تيجي متنضفه، لكن دي التنظيفات الاخيره اللي بقول لكم عليها اللي لازم ننضفها في البيت. هنحشي بقى الكميه كلها بالشكل اللي احنا شفناه ده، بالمعلقه كده بتكون سهله، بتدخلي وتعملي بصبعك، ولو في اي زيادات بتطلعيها. ودي كده الكميه اللي حشيناها كلها، ودي البواقي اللي هي الاجزاء الصغيره اللي كنا بنقطعها من تحت، فتحتها وغسلتها زي ما قلت لكم. دي برضو هنحطها في الصينيه مع الكاليماري. والبواقي دي اكيد مش هتترمى، هنعمل بيها حاجات تانية كتير، هنشوف دلوقتي هنعمل بيها ايه. يعني انت لو حبيتي تزودي هتقدري برضو تعملي بيها حاجات. هجيب الوok ده مكان الجمبري والبصل اللي اتشوح، هحط فيه ميه. معايا دلوقتي هنا طبق فيه شوية بصل من القورمة مع بصلة كبيرة مع 4 فصوص توم، قطعة فلفل أحمر وقطعة فلفل أخضر. هجيب صينية وهحط فيها مكعب زبدة ومعلقة زيت. هجيب الكاليماري وهحطه كده، أعمل له صدمة من على الجنبين. هو طبعا كده كأنه متبطط كده معايا، فهيكون سهل معايا لأن مفيش أجزاء عالية وأجزاء واطية، كله هياخد لون واحد زي ما احنا شايفين كده. أول ما ياخد لون تشويحة بس مش لون غامق، وبعد كده هقلبه على الجنب التاني. هبهرها كمان، هحط عليها رشة من الكمون والكزبرة الناشفة، وكمان رشة فلفل أسود وبابريكا ورشة من الكركم، حوالي ربع معلقة. وهحط التوم اللي انا فرمت التوم وحطيته كده على الكاليماري. هشوحه بقى كده لوحده، وبعد كده هدخل كل المكونات على بعض، هقلبها مع بعض. وبعد ما قلبتها كده بقى والبهارات اتحمصت مع الكاليماري والثوم واخدت كله كده من طعم وريحة بعض، حطيت 2 من الفلفل السبايسي، ودي البصلة اللي قلتلكوا عليها قطعتها، وقطعة الفلفل الأحمر والأخضر والبصل القورمة. دول حوالي تقريبا 4، اللي هو البصل القورمة الصغير اللي بيبقى لونه موف. حطيتهم بقى كده مع بعض، وهقلب كل الكلام الجميل ده كده مع بعض شوية، تقلبتين. غليت بقى المية اللي حطيتها في الوok مكان ما حمرنا او شوحنا الجمبري والبصل، اللي هي الخلطة اللي عملناها لحشوة الكاليماري، وهحطهم على الحاجات دي، او احطهم في الصينية يعني. هسيبهم بقى ياخدوا غلوة كده، وبعد كده هنزل ب3 أو 4 من البطاطس على حسب راحتك. تقدري تعمليها من غير بطاطس خالص، او 1 أو 2 على حسب راحتك، او على حسب الكمية اللي انت حباها. وحابة كده اسيب البطاطس تحت، فهشيل الكاليماري كده من الصينية. عندي بقى حوالي كوباية من الصلصة البيتي، هحطها عشان هي متفرزنة، فهنزلها كده وزودت مية كمان، وهسيبها تفك مع الحاجات دي، وبعد كده هقلبها. بعد ما تغلي غلوة هنزل بالملح. لازم بقى نبهرها طبعا، نظبط ملحنا، واحنا اوريدي حطينا كل البهارات في الحشو بتاع الكاليماري، وكمان في الكاليماري واحنا بنشوحه في الاول. هحط لكم كل المقادير في الكابشن او في صندوق الوصف تحت. هحط بقى كده الكاليماري فوق، دي اخر حاجة بقى بحطها. طبعا لسه الطماطم بتفك، هي اساسا اول ما تغلي هتلاقي بقى فكت واتوزعت لوحدها في الصينية، ممكن نديها تقليبة كمان. تعالوا بقى نحط كمان معلقتين كده من دبس الرمان، هيطعمها ويخليها تحفة جدا. وقبل ما ادخلها الفرن هغطيها وهسيبها تاخد كام غلوة كده على النار، علشان اما بتغلي على النار من فوق كل المكونات كده بتختلط مع بعضها على نار عالية، بحيث انها تختلط مع بعض. فبتديني طعم حلو جدا لما بتدخل بعد كده الفرن. هدخلها بقى بعد كده الفرن وهنشوفها لما تخرج. وتعالوا بقى نشوف الرز اللي هنعمله مع صينية الكاليماري والرز. جبت بصلة كبيرة وقطعتها مكعبات صغيرة أو فرمها في الكبة. حطيت زيت معلقتين 3 كده في الحلة، وبحط البصلة الكبيرة المفرومة دي. بقى بصوا بقى البواقي عندي، أنا ما حطيتش هنا البواقي في الصينية كلها، سبت منها جزء اللي هي القطع الصغيرة اللي كنت بقطعها، واللي كمان الباقي معايا من حشوة الكاليماري. كل الحاجات دي هحطها على البصلة، وهخليها بقى تاخد تشويحة كده كويسة. هحط عود قرفة
و2 3 من الورق اللورا، وكمان هحط معلقة صغيرة من الكركم والقرفة، هحط نص معلقة فلفل اسود، وبهار السمك هحط نص معلقة، وهشوح بقى كل البهارات دي مع المكونات دي لغاية ما تديني ريحة البهارات الحلوة. ساعتها بقى هكون غاسلة كوبايتين من الرز وهنزل بيهم على الحاجات دي. هحط معلقة صغيرة من الملح، اظبطي الملح على حسب راحتك، وهشوح بقى شوية كده مع الرز علشان يختلط بالألوان والبهارات الجميلة بتاعتنا اللي حاطينها دي. وبعد ما شوحت الرز لغاية ما بقى باللون ده، هنزل عليه بقى بمية مغلية. لو حابة تعمليه برز بسمتي ينفع جدا ويبقى طعمه كمان تحفة، بس انا هنا عاملاه برز مصري عادي جدا. هقلبه بقى وهسيبه يغلي، ولما يتشرب هدي عليه النار وهنغرفه مع بعض، وهنطلع الصينية ونشوف كل الحاجات الجميلة اللي عملناها النهاردة. يلا بقى، اول حاجة طلعت معانا صينية الكاليماري بالبطاطس. شايفين بقى الجمال والريحة؟ مش قادرة اقول لكم جميلة قد ايه. هنرش عليها بقى رشة من البقدونس، تعالوا بقى ناخد الكاليماري ده ونحطه كده على الرز ونشوف طبقنا كامل بعد ما عملناه. يلا بقى جربوا الوصفة وقولوا لي رأيكم، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو حطوا لايك، ولو أول مرة تشوفوا قناتي ادخلوا اعملوا اشتراك أو سبسكرايب. أشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله مع سفرة أيدي. سلام عليكم.